لحط لينا بصمه يبصمها في الكعبه. نهار خايب تكونوا غايبين، ونهار زوين تكونوا حاضرين ناظرين. الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، والله يبعد علينا وعليكم اللي ما كيخافوش الله. يا ربي لما جمعنا بحبابنا خوتنا الجاليه المغربيه، الجاليه المغربيه ديال العالم كامله، كل اللي بغى يمشي عند حبيبه وعند اصدقائه وعند خوته وعائلته، يا ربي لما جمعش منهم في اقرب وقت. يا ربي لما رفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء يا ربي الحبيب. يا ربي لما سهل على وليداتنا اللي في الباك، وليداتنا اللي في الكاتريام، وليداتنا اللي في السادس ابتدائي، الجهوي، وليداتنا اللي تابعوا امتحانات ديال الكليه، اللي تابعوا امتحانات ديال التكوين المهني، يعني كاع وليداتنا كلنا. الله يفرح الامهات بوليداتهم يا ربي الحبيب، واللي دافع لشي خديمه وزيد وزيد. الله يفرح كل من بغى شي حاجه، الله ييسر امره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سنقدم تحيه كبيره جاليه المغربيه في كل مكان، خوتنا المغاربه من طنجه الكويره، خوتنا العرب والمسلمين في كل مكان. اليوم اخوتي غنحكيو حكايه راويه. اخوتي غنحكيو حكايه راويه واشنو اللي بقى عليها في حكايتها وفي قصتها وفي حياتها. بغيتكم تخليو الراي ديالكم لراويه في القصه ديالها. انا عطيت رايي بيني وبينها، وبغيت الراي ديالكم لان الراي ديالكم كيهمني وتيهم حتى الناس اللي كيحطوا القصص ديالهم. انا بعدا اش غنقول لك. راويه القصه ديالها فيها بزاف ديال الاغلاط، والاغلاط كاينه في التربيه في نفسها. التربيه كيفاش تربات في دارهم من نفسها، لان ما يمكنش واحد البنت تربات على واحد المبادئ، واحد البنت تربات على الحلال والحرام، واحد البنت تربات على الزوين والخايب، واحد البنت تربات في دارهم اصلا بان راه الحرام حرام والحلال حلال، ولا رجعه ولا نقاش في هذا الشيء. ما عمرها غادي تغلط بسبب باش تكون هي كاينه، ولا بسبب باش يكونوا عندها اولاد، ولا بسبب اي سبب من الاسباب. ما غتقدرش تخسر علاقتها مع الله سبحانه وتعالى باش ترضي العباد او باش تكون هي شي حاجه في الدنيا. يعني راه التربيه مهمه، راه المدرسه كتقري والوالدين كيقريو والاصدقاء كيقريو، ولكن راه الدور المهم ولا كبير بزاف هو الوالدين، هو الام بالضبط. الام راه عندها دور كبير في الابناء ديالها. غنقولوا بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راويه خوتي اللي كانت كباقي البنات، كانت هي الوسطانيه في خواتاتها، تزوجوا بنات من قبل منها وتزوجوا بنات من وراها. داك النهار كيفاش غادي تتعرف على نبيل اللي هو غيكون الزوج ديالها، اللي غيكون الضحيه في القصه. كيفاش تعرفت عليه؟ مشاو واحد النهار باش يديروا لختها واحد الفراش. هاد نبيل كيبيع ويشري في داكشي الاتواب ديال السدادر وديال الناموسيات وديال، يعني كيصايب بيوت النعاس وصالونات. الصالون المغربي لا باس عليه، راه غير صالون كيصايبوا ب3 المليون 4 المليون. المهم مشات لتما لعندهم المحل، لقات نبيل هو مول المحل بحكم مات الاب ديالو، وكان عنده ابن واحد اللي هو نبيل. قال ليها راك عجبتيني، عطيني النمره ديالك. قالت لي عطيني النمره ديالك انت. عطاها النمره طبعا ديال المحل اللي كيصايبوا فيه الصالونات. تقادوا معاه في الثمن، صايب لهم الصالون لختها. المهم مشات في حالتها لدارهم، بقات مره كتهضر معاه. قالت لي ملي تزوج اختي وتمشي لدارها ان شاء الله باذن الله غنبقى على التواصل معك حتى نشوفه. المهم بقات كتواصل معاه حتى ربي جاب تيسير ويسر الامر، وفعلا جا خطبها من دارهم، جاب خواتاتو والام ديالو جاو خطبوها وتزوج بها ودار ليها العرس. وقال لها شوفي ما تجيبي معك حتى شي حاجه، جيبي غير حوايجك وذهبك وداكشي اللي غنشري لك، لاني انا الدار كلها مجهزها مقاده مصايبه، وماشي دار بتي فيلا. المهم مشات القضيه زوينه، مشات الامور مزيانه، غادي كلشي بخير. نبيل غادي كلشي عندو مزيان، مهلي فيها. قلت لك بغيت الذهب كيشريه ليا، بغيت الحوايج كيشريهم ليا، اي حاجه بغيتها كيشريها ليا نبيل، ما يمكنش شي حاجه ما يشريهاش ليا. قلت لك حتى لواحد النهار لقيت راسي عيانه وما قادراش نوض من الفراش، باغا غير الناس. قلت لك نط مشيت لعند الطبيب. قال لي سيري عند الطبيب. قلت لك مشيت عند الطبيب، قالت لي طبيبه، قالت لي مبروك عليك راكي حامله. قالت لي جيت ما قاداني فرحه، عيطت على امي، عيطت على طفيلاتي اللي هما خواتات راجلي، عيطت عليه. قالت لي جا فرحان ما قاده فرحه. علاش؟ قالت لي لانه هو عنده، هما كاين 2 خواتات وكاين هو الواحد باغي الاولاد باي طريقه، عندهم تبارك الله الاموال وعندهم كل شيء،
باغي انت هما اللي يشد الجدر ويشد الورث ويشد. المهم قالت لي فرح بحكم الام ديالو كانت مسكينه كتسقط بزاف، كانوا كيطيحوا ليها الوليدات والبنيات بزاف، صدقوا ليها غير 3 عندهم هما شي حاجه وراثيه. ف ما عرفتش واش في الحيوانات المنويه، واش ما عرفتش واش من الام واش من الاب. المهم قالت لك عندهم شي حاجه وراثيه كيطيحوا لهم الوليدات بزاف. المهم قالت لك صادق لي غير 2 بنيات ولد، هما اللي صدقوا ليها مسكينه. وبالفرحات قالت لك تصوري فاش سمعتني غير حامله جابت لي عصير الصابون وجات عندي فرحانه بيا قد فرحتها. المهم قالت لك داز الحمل حتى وصلت ل4 شهور، مشيت لعند الطبيب درت باش نعرف جنس الطفل واش بنيته ولا وليد. لقيته وليد، ولكن فاجئني الطبيب قال لي شوفي راه تقدر الوليد اللي عندك تقدر تكون عنده اعاقه. قلت لي علاش؟ قال لي سبحان الله عنده الراس ديالو كيكبر على الجسم ديالو، غيكون مانغوليه. المهم ما قالهاش ليها الطبيب، ولكن حتى تزاد وداز واحد الفتره تزاد طبيعي ما فيه حتى شي حاجه، ولكن داز واحد الفتره الدري راسو كيكبر على الجسم ديالو بقى حتى ولا مونغوليه. المهم دازت واحد المده اخرى، قالت لك صبرت مده ديال 7 سنين ما بغيتش نولد، خفت علي وقع لي نفس المشكل، لا نعاود نولد نفس الوليد الاخر اللي ولدتو. قالت لك رغم ذلك با فرحان بيه، قلت لك تيقول لي وليدي. المهم قالت لك كيهضر ماشي ما كيهضرش، تيهضر وداخلينهم مدخلينه المدرسه خاصه بداك النوع ديال المرض ديالو. قالت لي ولكن رغم ذلك ما نكذبش عليك بقيت متخوفه. مشيت عاوتاني حملت ولدت بنيته، ونفس المشكل اللي وقع ليا في البنيته في الولد وقع ليا حتى في البنت، حتى هي راسها بدا كيكبر في وسط البطن ديالي. ومن بعد فاش ولدت واحد المده عاوتاني رجعات بحال الاخ ديالها. صافي قررت ما نبقاش نولد، وليت مقابله وليداتي. طبعا عندي الخدامه عندني كل شيء، واخا هكاك باهم راضي بحكم الله سبحانه وتعالى. سبحان الله كيفاش مربيهم الام ديالهم، مربيهم بالقضاء والقدر كيف ما جات فرحي بيه. فرحان بوليداتو، فرحان ببنتو بولدو كيف ما هما ماشي حامقين، هما ماشي ما كيهضروش، هما المهم هما غير ما نقول يعني كل شيء فيهم طبيعي زوينين، خلقه ديال الله سبحانه وتعالى زوينين، وهو قنعان بهم. انا اللي مريضه نفسانيا، انا اللي ما تربيتش تربيه دينيه، انا اللي ما عنديش قناعه. راجلي بالعكس عنده قناعه، قنعان بداكشي اللي عطيه الله، فرحان بهم كيف ما هما. قال لي صافي ما نبقاوش نولدوا، بارك علينا، شربي الكينه ولا شوفي شنو ديري، بارك علينا هاد البنت وهاد الولد الله يجعل فيهم البركه. قالت لي تعدوسي تقبلت الوضع. قالت لي شوفي بنتي انا اصلا عانيت مع كان عندي مشكل ديال وليداتي كيطيحوا، كان عندنا مشكل مع راجلي اللي كان عنده الحيوانات ضعافين كانوا كيطيحوا ما كيكملوش، قليل اللي كيكمل. وحنا دابا بنتي حامدين ربي وشاكرين والحمد لله، كاينين بناتي اللي هما عمات وليداتك، وكاينين دوك الوليدات اللي فرحنا بهم يتشد بهم الجدر وتكمل بهم العائله، والحمد لله بنيتي على اللي بغاها الله. صافي قالت لي انا ما بقاش عندي مشكل، صافي ميت، صافي عايشه بخير مقابله وليداتي. قالت لي واحد المره وانا نمشي عند واحد الطبيبه، قلت لها اختي، المهم ديت لها الوراق ديال وليداتي وداكشي. قلت لها شوفي اختي بغيت نعرف واش انا اللي مني علاش كيجي ولادي منغوليه ولا من راجلي. قلت لي غادي تجيبي لي الوراق ديال عدوزك باش كانت كتعالج، والوراق ديال راجلك وديال وليداتك ديال الطبيب. قالت لك ديتهم لا؟ قالت لك شافتهم. قالت لي شوفي انت ما فيك حتى شي حاجه، قالت لك دارت لي التحاليل وداكشي. قالت لي هذا وراثه كاينه عند عائله راجلك، وارد شي حاجه من الاب ديالو. قالت لي طفيلات كيفاش دايرين وليداتهم؟ قلت لها وليداتهم طبيعيين. قالت لي اذن المشكل ماشي المشكل في الاب، في راجلك ماشي فيك انت الا تزوجتي براجل اخر غيكونوا ولادك طبيعيين، ما غتكونش عندهم هاد الحاله ديال ولادك دابا. قلت لك ما نكذبش عليك، ملي قالتها لي الطبيبه وانا ولا شادني وسواس ديال انا خصني نولد ولاد طبيعيين في ديك العائله، خصني باي طريقه نولدهم. قلت لي مشيت عنده قلت لي علاش اللي ما نديروش اللقاح ونحاولوا نعالجوا شي ولد ولا شي بنت باش يتزاد طبيعي ويورث هذا الشيء ودير. قال لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيري اتقي الله، انا راضي بولادي كيف ما هما، انا ما غاديش ندخل في حكم الله، اللي بغاها ليا ربي مرحبا بها.
انا فرحان بدوك الولاد. هادوك الولاد هما عينيا باش كنشوف، باغيهم كيف ما هما. وانا راكي انتي عارفاني انا كيفاش داير. انا واحد الانسان كان امن بالله سبحانه وتعالى، واحد الانسان كان امن بالعطيه ديال الله. كيف ما عطاها لي انا عندي الخير في دوك الملائكه اللي عطاوني. ديك الملائكه اللي عطاني ربي انا فرحان بها. علاش غادي تجي انت وتوري لي انا ندير لقاح ولا ما نديرش لقاح؟ انا ما ندير حتى شي حاجه. انا ولادي فرحان بهم. انا عندي امراء فوق الارض. ما تهضريش معايا في هذا الموضوع. قالت لي صافي مشينا، كملت بنفس الطريقه، صافي ميكت على داك الموضوع. ولكن قالت لي ما نكذبش عليكم، الشيطان بقى كياكلني. الشيطان كيقول لي تقدري تشدي الدار، تقدري تشوفي شي حد، تقدري ديري شي طريقه باش يوليو الولاد في يدك، باش يولي كلشي في يدك. اش غيقول ما نقول ياه؟ غادي لما تباهم شكون اللي ضامن عمره غيموت؟ راه ما عرفناش شكون السابق. الا مات الاب هادوك هما اللي غيوقفوا، هادوك هما اللي غيشدوا المحلات، هادوك اللي غيديروا هادوك. لا قالت لك ولا راسك يدي ويجي، قالت لك ولا راسك يدي ويجي. قالت لك كنت نعرف واحد صاحبتي كانت تقرا معايا، واحد صاحبتي قالت لي قاطعه يدها من رحمه الله، ما كتعرفش الحلال من الحرام بحال هاد الشكل ديالنا. قالت لك عيطت عليها قلت لها شوفي راه هاكاين وهاكاين 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 راني بغيتك. قالت لي شوفي غادي نوريك واحد السيده اللي هي اصلا كدير باترونه، وهي غتدبرك على شي واحد. سيري عندها غتدبرك على شي واحد. بغيتي تمشي عندها كانك شي وحده اللي هي كتخرجها وغادي تخلص من عند شي واحد. بغيتي تي شي واحد خصيصا لك. راه كاينين بعض المرات العيالات هما اللي كيجيبوا الرجال باش يقضيو حاجتهم، بحال هكا اللي بغات ولاد ولا. قلت لها يمكن. قالت لي يمكن. قالت لك فعلا شديت النمره وديت الطوموبيل ومشيت عند ديك السيده. قالت لك انا بحكم ما كنخرجش ولادي معايا كنمشي بوحدي. قالت لك راه كلشي في يدي. ولكن قالت لك انا ما صدقتش. قالت لك المهم مشيت عند ديك السيده قلت لها الطلب ديالي. قالت لك جابت لي واحد اللي ما فحالوش، ما عندوش، عنده وليدات ووالد وولاد. قلت لها شوفي يكون والد وعنده الولاد صحاحين ومزيانين وما فيهمش مشاكل. قالت لك شافت لي شي عساس او شي واحد كيمسح الطوموبيلات. قالت لي وزين نيت. قالت لي يا راجل زين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. قالت لك مشيت. قالت لك فعلا درت مع الطبيبه. قلت لها امتى تكون الخصوبه وداك الشيء؟ قالت لي كتكون كذا وكذا. قالت لي فعلا مشيت في ديك 15 يوم اللي كتكون فيها الخصوبه، كتكون البويضه جاهزه. قالت لي مشيت فعلا تلاقيت مع داك السيد، درت جوج علاقات كاملين في نهار واحد معاه. قلت لي يوم مشيت في حالتي عطيته واحد المبلغ اللي هو 10,000 درهم ومشيت. قلت لي شوف ما كتعرفني ما كنعرفك. قلت لي مشيت في حالتي لداري. قلت لي ديك الليله قلت لي فعلا درت علاقه اخرى مع الزوج ديالي. وقلت لي شوف فلان انا راني توكلت على الله وبغيت نعاود نزيد شي كريشه باش نشوف ما ربنا ربي يعطيني وليدات اخرين من غير هادو مزيانين. قال لي سير داكشي. قلت لي والله ما غنشرب الكينه صافي قررت. قال لي دبر راسك. قلت لي داكشي اللي كان درت معاه علاقه كامله ديك السيمانه كامله وحنا كنديرو في العلاقه الكامله. دزت من وراها 15 يوم كنصيب راسي فعلا حامله. قلت لي مشيت لعند الطبيب. قال لي مبروك عليك راكي حامله. قالت لي داز داك الحمل بسلام، ما كيكبر لا راس لا رجلين. قالت لي داز 9 شهور ولات تولد ولدتو ما فيه حتى شي عيب كامل زوين. دازت 7 شهور الدري عادي كيقول اختي يقول بوغتي يحبو. قلت لي ما نعاود ليكمش نبيل كيفاش كيتصرف. بغى يحماق بالفرحه، بغى يتسطى بالفرحه. واخا كان تيقول لي ماشي مشكل والدنيا هانيه، قلت لي باغي تسطى بالفرحه. قالت لي داز مده اخرى كمل الدري عام ونص. قالت لي عاودت مشيت عند ديك السيده. قلت لها غتعيط عليا ديك السيد. قالت لي نحيد عليا هادشي صافي نمشي نكبر ولادي ونتوب لله. قالت لك عيطت عليه ثاني جا لعندي. قالت لك بنفس الطريقه مشيت ثاني عند راجلي. قلت لي علاش اللي ما نديروش كذا وكذا وكذا. بنفس الطريقه داز الحمل. بغا نعاود لكم باختصار. داز الحمل داز 9 شهور
وهكذا قد زاد ولد اخر، جوج ولاد صحاحين ما فيهم حتى شي مشكل. كبرت هو كمل 7 شهور، قالت لك تكمل 7 شهور عاد تتبان هذاك المشكل اللي عندهم. قالت لك داز نفس المشكل، كلشي مزيان كلشي بخير. قالت لك عاوتاني فرح، قالت لك قال لي شوفي بارك علينا قبل ما تبداي ثاني تخربقي حتى صافي انا رضيت بهادشي، بارك الله يرحم لك الوالدين، خلي الوليدات دابا مزيانين. قالت لك داكشي اللي كان صافي حلفت امام الله سبحانه وتعالى ما نعاود بحال هاد الغلط. قالت لك غلطت جوج غلطات، الغلطه الاولى والثانيه ما عمرني فكرت نخير راجلي، ولكن درت هادشي باش نحافظ على راجلي وعلى ولادي. المهم قالت لك صافي سالات المشكله هنا، فرحت عندي وليداتي، عندي راجلي، عندي حياتي، عندي كلشي مزيان، وليداتي كيكبروا الحمد لله كيقراو. قالت لك حتى لواحد المره كتعيط عليا صاحبتي كتقول لي شوفي بغيتك تجي عندي الكافي الفلانيه ضروري كنتسناك. هي هذاك السيد اللي كانت صاحبتي جابت ليا او صيفطت الباترونه تجيب ليا، كانت كتعرفو من المعارف ديالها. يعني ملي لقاتني شديت بلاصتي والوليدات كبروا، ولا واحد عنده 4 سنين وواحد عنده 3 سنين، قلبات على راسها وخاصها تعاود تجيبني. يعني 3 سنين ونص 4 سنين ونص بحال هكا. قالت لي مشيت عندها قالت لي شوفي انا وفلان اللي ولدتي معاه جوج ولاد فلان وفلان طالبين منك 20 مليون، ولا غنمشيو عند الزوج ديالك وغنقولوا لي سير دير الاختبار لولادك الصغار راهم ماشي ولادك، دابا غتعطينا الفلوس ولا غنفضحوك. اتفقوا هما والباترونه وداك اللي كيغسل الطوموبيلات، صيفطينا لعندي هي. قالت لك ما نكذبش عليك مشيت بعد ذهبي كامل وعطيته ليها، دات الذهب كامل قسماته هي وهادوك، وباقي التهديدات لحد الان كنتهدد، ولحد الان كيهدوني يا اما نعطي مبالغ اللي هي خياليه ولا غيفضحوني امام راجلي. انا دابا كنطلب منكم واش نعترف لراجلي بالحقيقه. انا اصلا ما بقاش عندي منين غنعطيهم الفلوس، وراجلي اللي كان شي مناسبه كيقول لي فين هو ذهبك ما تنعرف ما نقول ليه. ما نكذبش عليكم انا دابا فواحد الورطه اللي هي كبيره وكبيره بزاف، ما عارفه لا ما نقدم ولا ما نوخر. يعني بيدي بعد ما كنت عايشه بخير وراضيه بالله سبحانه وتعالى وراجلي راضي بداك الشيء وعارف الخطا منه، ما عمره فكر لا يولد ولا يتزوج ولا حتى شي حاجه، ولكن انا بغيت نطير وبغيت ولاد ماشي ما نقول ياه. ربي عاقبني بهاد الصاحبه اللي جابت لي هاد المجرمين بجوج، ودابا راه كيهدوني ليلا نهارا. ما بقيتش كنعس، ما بقيتش مهتمه بولادي، ما بقيتش حتى شايفه ولادي، وليت كنعيش في الجحيم. ما نكذبش عليكم لدرجه وليت كنخون راجلي باش نرضي صاحبتي باش تسكت باش تبعد مني. ما عرفتش دابا اشنو غندير. انا دابا ما نكذبش عليكم قصتي وحكيتي واقفه عليكم المتتبعين، اللي عنده شي راي ويكون راي حاكم يعطيني الراي، يقول لي شنو ندير. نطلب الطلاق من راجلي ولا نعترف ليه بالحقيقه ولا نرفض نقول لهم سيروا ديروا اللي بغاو لانهم حتى هما مشاركين معايا في نفس الجريمه، ولا اشنو غندير. انا دابا راه المشكل ديالي المتتبعين العزاز والغالين ديال اختي زهره بجاديه، كنطلب منكم حكا انا من المتتبعين ديال القناه ديالها وكنعرف كاع الحكايات اللي كتحكي وشحال من مشكل تحل بسبب الحكايات ديالها. لهذا انا كنطلب منكم باش تعطيوني الراي ديالكم لان انا واقفه عليه وعايشه دابا الجحيم، عايشه دابا الجحيم فعلا بالتهديدات من صاحبتي ومن السيد اللي ولدت معاه ومن حتى السيده اللي كنت كنمشي عندها وكانت كتجيب لي هذا السيد. هذه خطه كانت دارتها لي صاحبتي او فخ وانا طحت فيه. ولهذا انا مزوقه فيكم ما تبخلوش عليا باي حاجه تقدر تفيدني، حيت صراحه انا حياتي مدمره كي بقيت مع راجلي كي حيدت عليه. انا دابا في خطر، لا انا لا دوك جوج ولاد الاخرين اللي صراحه باهم فرحان بهم قد فرحته، هو فعلا ماشي باهم، ولكن راه الاب من ربه ماشي من ولد. الله يعمر ربي يسمح ليا وصافي. انا فعلا والله حتى غلطه وعارفه راسي الغلط شادني من ساسير راسي، كنطلب ربي يسمح ليا وتنطلبكم حتى نتوما توقفوا معايا. يعني ما ديوش عليا. ما عرفتش، ما ربنا انا ما فكرتش، ما عرفتش، ما ربنا ما كانش عندي العقل، ما ربنا ما عنديش ثقافه دينيه، ما ربنا الشيء. انا شفت نعيا ونقول لكم انا غلطه من ساسير راسي، ولكن انا محتاجه لكم حاولوا توقفوا معايا وما تخلوش عليا.
راويه خوتي تشاركت معكم قصه، تنتمنىكم ما تبخلوش عليها. خوتي خواتاتي خليتكم في رعايه الله. الله يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض.